البنت دي بتحبني ولا لا؟ بتحبني ولا بتلعب بيا؟ ولا انا مجرد عريس لقطه بالنسبه لها وبس؟ او يمكن اهلها ضاغطين عليها في الجوازه دي. طيب اعرف ازاي انها بتحبني؟ بعد فيديو الانجذاب الجنسي في رجاله سالتني في الكومنتس والرسائل ازاي اعرف اذا كان البنت اللي انا بحبها او خطيبتي او البنت اللي عايز لسه ارتبط بيها بتحبني فعلا ومنجذبه ليا، ولا انا مجرد بس عريس مناسب بالنسبه لها او يمكن اهلها ضاغطين عليها عشان توافق عليا. دول 13 علامه هتقول لك اذا كان البنت دي بتحبك ولا لا. لو البنت اللي انت بتحبها او خطيبتك بتحبك، ال 13 علامه دول هيقولوا لك هي بتحبك قد ايه. رقم 1، انت اولويه بالنسبه لها. انك تكون رقم 1 في حياه الانسانه اللي انت بتحبها ده شعور مفيش زيه، ومن اهم العلامات اللي تعرفك مكانك جوه قلب البنت دي. البنت اللي تحبك هتبقى انت اولويه بالنسبه لها. مش ممكن تاجل خروجه مثلا معاك عشان تخرج مع اصحابها، مش هتبقى خارجه مثلا مع اصحابها وتقول لها انا محتاجك لاني عندي مشكله، فتقول لك معلش انا خارجه مع اصحابي، كمل زعل لبكره لغايه ما اقابلك. بالعكس هتحس دايما ان انت مهم في حياتها ومكانك محفوظ وفي المقدمه، مش زي اي حد تاني في حياتها. بتتعامل معاك فعلا على انك هتكون شريك حياتها واهم واحد في مستقبلها الجاي. على عكس البنت المغصوب عليك او مش منجذبه ليك، هتلاقي اهلها، اصحابها، جيرانها، الراجل بيقطع لها تذاكر في المترو، ليهم اولويه عنك. والمغصوب عليك ومش قادره تتكلم دي بالذات بقى هتحاول توصلك انك مش مهم من تحت لتحت. هتيجي تقول لها نخرج، هتقولك عندي مشوار مع مرات ست ابويا، تتصل بيها ما تردش من اول مره ابدا، وتقولك اصل بتفرج على المسلسل التركي كمان 20 حلقه وهكلمك. من الاخر بيبقى واضح قوي بس انت ركز. رقم 2، بتحكي لك على كل حاجه. البنت اللي بتحبك هتحب تعرفك كل تفاصيلها وهتشاركك التفاصيل دي من اصغرها لكبرها، مش هتخبي عليك حاجه، مش هتعرف حاجه من بره قبل ما تعرفها منها. هتلاقيها بتحب تحكي لك وتاخد رايك في كل مواضيعها، مش شرط مشاكلها بس. لكن لو مغصوبه عليك او مش منجذبه ليك مش ممكن هتعرف عنها حاجه ابدا، هتبقى زي الضيف في حياتها، اسرارها واخبارها مع اصحابها وبس، وانت اصلا مش هنا. رقم 3، عاوزه اهلك واصحابك يعرفوا مكانتها في حياتك. البنت اللي بتحبك لو انتوا مثلا لسه مش مخطوبين او مرتبطين رسمي، هتحب ان اهلك واصحابك يعرفوا عن وجودها في حياتك. هتتصل بيك وهي عارفه انك قاعد مع اهلك دلوقتي، تسالك الساعه كام، او في الوقت اللي انت سهران فيه مع صحابك عشان تسالك برضو الساعه كام. هتجيب لك هدايا ذو طابع انثوي، اللي هو بمجرد ما حد يشوف الهديه دي معاك هيعرف ان اللي جايبها لك بنت. من الاخر بتحط بصمتها عليك زي القطط. عارفين القطط بتتمسح في اصحابها ليه؟ علشان تسيب ريحتها فيهم، عشان لو اصحابها دول اتواجدوا في اماكن تانية فيها قطط، القطط دي تعرف ان البني ادمين دول محجوزين. رقم 4، بتسمع لك. دايما بقول الستات بتوع التفاصيل والرجاله بتوع المختصر المفيد، بالتالي الستات في الاغلب بتتكلم اكتر وبتحب تتسمع اكتر، ويمكن بيسمعوا اقل. علشان كده البنت اللي تحبك هتحب تسمع لك اكتر ما هي بتتكلم كمان، حتى لو بتتكلم في مواضيع هي مش مهتمه بيها زي الكوره مثلا. كل مواضيعك بالنسبه لها مواضيع مهمه لانها عاوزه تعرفك اكتر وعاوزه تسمعك، حتى لو الموضوع اللي بتتكلم فيه مش من اهتماماتها. والاهم انها تكون بتسمعك في الاوقات الصعبه اللي عندك فيها مشكله، على عكس البنت لو مغصوبه عليك او مش حباك ومنجذبه ليك بجد مش هتهتم تسمعك غير في اللي يهمها، وخصوصا بقى في الاوقات الصعبه. هتبعد عشان مش مهتمه تشاركك مشاكلك ومش عايزه وجع دماغ. حرفيا وانت قاعد بتتكلم معاها عن اي حاجه بتخصك هي بتعمل لك ميوت وبتتفرج عليك الصوره وبس، لكن عقلها في حته تانية. رقم 5، بتحاول توصل لحلول وسط. البنت اللي بتحبك مش هتتشبث برأيها وتنفذ اللي في دماغها حتى لو غلط، والا هتزعل لو انت عرضتها. البنت اللي بتحبك هتحاول دايما تخوض مناقشه وتوصل لحلول وسط ترضيك وترضيها، لان زي ما هي مش عايزه تزعل هي كمان مش عايزه تزعلك. مش هتدبدب في الارض وتتقمص وما تردش على التليفون ويمكن تعملك بلوك لغايه ما تنفذ لها اللي هي عايزاه. البنت اللي بتحبك يهمها تكونوا على وفاق وعلى ارض مشتركه، على عكس لو هي مغصوبه عليك او مش منجذبه ليك اصلا. هتطلب وهتأمر وهتاخد قرارات وهتستنى انت تنفذ وبس، وما عندهاش حلول وسط لانها مش مستعده تتنازل ابدا، لانها عارفه ان انت بس اللي بتحبها ولازم تتنازل، لكن هي لا، هتتشبث دايما برأيها وطلباتها حتى لو ممكن تنفصلوا بسببها مش هيهمها. رقم 6، بتحارب من اجلك. البنت اللي بتحبك هتقف في ظهرك، مش هتسيبك في مشكله لوحدك، حتى لو انتوا مثلا مخطوبين وفي مشاكل ما بينك وما بين اهلها على الجهاز، على تجهيزات الفرح وخلافه، مش هتسيبك تخوض الحوارات دي لوحدك وتقول وانا مالي المهم يجيب اللي اهلي عايزينه. لا، هتحاول تحل الامور بالعقل ما بينك وما بينهم وتقرب وجهات النظر وتلاقي حلول معاك علشان ما يحصلش مشاكل. على عكس تماما لو هي مغصوبه عليك او مش بتحبك، هتسيبك لوحدك في كل مشكله عشان تحلها انت لوحدك، لانها بتعتبرها مشكلتك انت مش مشكلتكم. مش هيفرق معاها مشاكلك مع اهلها، بالعكس هيهمها انك تنفذ كل شيء هم عاوزينه وهتيجي في صفهم حتى لو هم مش على حق. حتى لو الجوازه هتبوظ مش هيفرق معاها، مش هتتعب دماغها ونفسها علشانك ابدا. هي في صف الجوازه المناسبه مش في صفك انت. رقم 7، هتبقى معاك على طبيعتها
كل بنت بتحب تبقى حلوه في عين اللي بيحبها طول الوقت، يهمها تكون حلوه في نظره وفي كل الاحوال وطول الوقت، وبرضه بتحب تكون معاها على حقيقتها وطبيعيه بدون تكلف. بتحبك تشوفها في احسن واسوأ حالاتها، مش بتتعامل معاك على انك زبون لقطه ولازم تحافظ عليه وتداري ديفوهاتها ولازم تبقى على سنجة 10 طول الوقت، ومتصنعه شخصيه مش شخصيتها. البنت لما بتحبك بجد هيكون عندها ثقه في نفسها وفيك، علشان كده بتحب تكون على طبيعتها معاك، على عكس البنت المغصوبه عليك او انت مجرد عريس لقطه بالنسبه لها. هتلاقيها معاك زي مع غيرك، مش ممكن تشوفها على طبيعتها لا من جوه ولا من بره، الا لو قررت تطفشك عشان هي مغصوبه عليك. بالعكس بقى ساعتها هتبالغ في عيوبها وتحاول تظهرها اكتر، من الاخر هتوريك النجوم في عز الظهر عشان تطفشك. رقم 8، بتتوافق مع رتم حياتك. كل راجل او ست ليه رتم حياه معين، فلما ترتبط ببنت بتحبك بجد وبتتفهم رتم حياتك وروتينك اليومي، مش هتطلب منك تغير رتم حياتك، بالعكس هتتناقش وتتفهم مسؤوليتك واللي وراك. يعني انت لو دكتور مثلا وقاعد معاها وطلبوك عشان في عمليه او حاله طارئه، مش هتتقمص وتقولك انت شغلك اهم مني. او لو انت مثلا مندوب مبيعات وسبتها عشان جالك مكالمه شغل طويله، مش هتاخدها على كرامتها وتقولك انت مش بتحترم وجودي، بس معنى كده برضو انك تعملها بالمثل وما تحاولش تغير رتم حياتها، ولازم تتوافق معاها زي ما هي بتتوافق معاك وما تسوقش فيها برضو. على عكس بقى البنت المغصوبه عليك او مش بتحبك بجد، هتطلبك وبشده تغير رتم حياتك علشان يناسبها هي وبس، واي تقصير بسيط من ناحيتك بسبب شغلك هتعمل منه مشكله كبيره قوي. هتحس ان شغلك مش مهم بالنسبه لها اصلا ولا رتم حياتك يعنيها. هتطلبك تظبط ظروف حياتك على اللي هي عايزاه، والا هتخلق لك المشاكل من تحت الارض. رقم 9، بتحب اللي يحبك. قبل ما تقابل البنت اللي انت تحبها بيبقى في ناس تانية في حياتك انت بتحبهم وهما بيحبوك، ووجودهم مهم في حياتك زي عيلتك واصدقائك. البنت اللي بتحبك مش هتحاول تبعدك عنهم، مش ممكن تبعدك عن الاشخاص اللي انت بتحبهم وهما بيحبوك، بالعكس هي هتحبهم علشان هما بيحبوك، مش هتحاول تبعدك عنهم او تعمل مشاكل بينك وبينهم. اختك بتكرهني، مامتك ما بتحبنيش، باباك مش عايز جوازاتنا دي، هتلاقيها طول الوقت عامله مشاكل مع طوب الارض، مشاكل مع كل الناس اللي انت بتحبهم بيحبوك. اعرف ان البنت اللي بتحبك هتحب كل اللي بيحبوك، مش ممكن تبعدك عنهم، وعلاقتها بيهم هتبقى كويسه علشانك، ولو طلعوا هم وحشين اصلا هتبعد عنهم في هدوء، مش هتحاول تفتعل مشاكل علشان خاطرك وعلشان خاطر بتحبك. لكن لو مش بتحبك بقى هتعمل عكس كل ده، هتعيش يا ريس حياتك بتطفي في حرايق ما بينها وما بين كل شخص انت بتحبه او بيحبك. هتخلق مشاكل هيبقى صعب عليك حلها بسهوله، لانها عايزه تعزلك عن كل الناس دول، لانها قابلك بالعافيه او بالاجبار، وانت مجرد شخص مناسب بالنسبه لها او عريس مناسب، مش مستعده تقبل حد تاني معاك، يا دوبك قابلك انت وبس، فعايزاك انت لوحدك. رقم 10، انت دايما في الصوره. البنت اللي بتحبك بتحطك دايما في الصوره، صوره دلوقتي وصوره المستقبل، مش هتتفاجئ ابدا بقرارات او خطط لحياتها او شغلها انت متعرفش عنهم حاجه، بالعكس هتشاركك كل الخطط دي وهتتناقش معاك فيها. كل خططها المستقبليه الخاصه بشغلها، اوضاعها الماديه، عيلتها، هتبقى انت على درايه بيها وبتشاركها كمان القرارات دي. على عكس بقى لو مغصوب عليك او مش بتحبك، هتخطط هي بقى لحياتها بطريقتها، ومش فارق معاها ان خططكم تبقى مشتركه، المهم انت تنفذ لها خططها وما يهمهاش تكون انت في الصوره الا الحاجه اللي ليها مصلحه فيها. مش هنعرف حاجه عن شغلها ولا اوضاعها الماديه ولا اسرتها، من الاخر انت ضيف شرف. رقم 11، بتفتكر الحاجات المهمه بالنسبه لك. البنت اللي بتحبك هتلاقيها مثلا قبل ماتش الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونه اتصلت تتمنى لك الحظ، ويمكن كمان تتفرج معاك. لو انتوا مخطوبين ورحت عندهم على غدا هتلاقي عامله لك كل الاكل اللي انت بتحبه، المشروب اللي انت بتفضله. دايما بتبقى فاكره كل التفاصيل المهمه بالنسبه لك، بتشجع فريق ايه، بتحب اكل ايه، بتحب شرب ايه، بتحب كام معلقه سكر على الشاي، قهوتك مظبوطه ولا محوجه. على عكس لو مش بتحبك او مغصوبه عليك مش هيفرق معاها اي تفاصيل تخصك، مش هتبقى مركزه غير مع نفسها وطلباتها منك وبس، وتقوم الدنيا وما تقعداش لو انت نسيت تفصيله من تفاصيلها او الحاجه اللي هي طلبتها. وممكن تعمل معاك العكس وبقفاره، لو بتقرف من البط هتخلي مامتها تعمل بط بالبرتقال، عندك حساسيه من الفراوله هتحط لك جوه حته جاتوه مخفيه وتقعد تتفرج عليك وانت بتزرق وتخضر وتحمر. تطفيش بقى. رقم 12، موجوده دايما في الصعب. لو في يوم اتعرضت لمشكله اسريه، ماديه، خناقه، ازمه نفسيه، لو بتحبك هتلاقيها جنبك، بتدعمك وبتعدي معاك كل ده وبتهون عليك الايام الصعبه. مش هترتاح لما توصل معاك لحل لكل المشاكل دي والايام الصعبه تعدي. تعبك هو تعبها، حزنك هو حزنها، لانها بتحبك ويهمها تكون مبسوط ومرتاح، لان اللي بيحب حد بيحب يشوفه مبسوط وبيكون جنبه في الوحش قبل الحلو. على عكس بقى البنت لو مغصوبه عليك ومش بتحبك وبالنسبه لها اهو جوازه والسلام، مش ممكن تتواجد في ايامك الصعبه، بتتحجج بألف حجه عشان تبعد في الايام دي، همها نفسها وبس، مشاكلك هي مشاكلك انت وبس. ممكن تقطع معاك وتبعد عنك وتسيبك لغايه ما مشاكلك تتحل، هو ده مبدأها. رقم 13، بتعرفك دايما انها بتحبك
اهم وابسط طريقه تعرف بيها اللي قدامك بيحبك ولا لا انها تقولك دايما انها بتحبك، وقلبك فعلا يحسها ويحس صدقها لما تغيب عنها يوم وتتصل بيك تقولك وحشتني وهي تعنيها، مش وحشتني كده وخلاص، وحشتني انت، وحشتني. البنت اللي تحبك هتعرفك بالكلام وبالافعال انها بتحبك وانت بتوحشها، على عكس بقى البنت المغصوبه عليك او بالنسبه لها اهي جوازه والسلام، لا يمكن تقول لك كلام حلو كتير وتكون تعنيه. هتحس في نبره صوتها وفي طريقتها انها بتكذب او بتزيف، ما بيبقاش كسوف، لا، في فرق ما بين الكسوف والكذب في كلام الحب. المهم انت بس ما تكذبش على نفسك وتصدق انها بتحبك لما تسمع بودانك نبره صوتها المهزوزه المشكوك فيها. ودول كانوا 13 علامة اللي تعرفك البنت دي بتحبك ولا لا، وتعرفك البنت اللي بتحبك من البنت المغصوبة عليك أو واخدك كعريس لقطة وخلاص. عشان كده لو ما حسيتش بأغلب العلامات دي من البنت اللي انت بتحبها، اوعى تصدق نفسك وخلاص وتكمل وتخدع نفسك لأنك انت أكتر حد هيعاني. واوعى تقول لنفسك أنا هجيب لها كل اللي هي عايزاه وابسطها لغاية ما تحبني، والله ما هيحصل. ولو جبت لها نجوم السما، الحب اللي ما لقيتوش منها قبل الجواز مش هتشوفه بعد الجواز نهائي. من الآخر اتجوز اللي تحبها وتحبك وتحس الحب ده منها بقلبك بجد. كانت معكم فيبي أنور، السيناريستية.